بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج صحة وعافية. اليوم عندنا حلقة خاصة عن بعض المفاهيم الخاطئة لبعض المرضى حتى نوضحها للمشاهدين الكرام. عندنا هواية مرضى مثلا يراجع مثلا مضمد أو راجع صيدلية، واللي نشوفها بالمجتمع مع الأسف منتشرة بكثرة. يعني هواية من المرضى مثلا يصاب بارتفاع درجة حرارة، سخونة عالية، رأسا هو يشخص نفسه عنده إنفلونزا أو أي مرض آخر، يراجع المضمد. المضمدين ما شاء الله فاتحين يعني ما يمارس عمله كمضمد، وإنما فاتحها كعيادة، يعني يفحص، يشخص، يوصف دواء، وهذا كله غلط. وطبعا مو صوت المضمد، صوت المريض اللي راجع. يعني أنت مريض مثقف وتفتهم، وقسم المرضى مع الأسف حتى خريجين كليات، يعني أنت خريج كلية، تسلم صحتك بيد مثلا إنسان غير متخصص، هذا كلش غلط. فيروح المضمد يقول له مثلا عندي سخونة أو إنفلونزا، يعني هو مشخص المرض مالته بكيفه، وما يعرف أنه السخونة أو ارتفاع درجة الحرارة ممكن أسبابها عشرات الأمراض. يعني عشرات الأمراض تبدي مجرد سخونة، لأن السخونة ممكن تكون إنفلونزا، ممكن تكون التهاب رئوي، ممكن تكون ذات الرئة، ممكن يكون تضرر رئوي، ممكن يكون تايفويد، ممكن هواية أسباب للسخونة، ممكن يكون التهاب كبد فيروسي، لأن بالبداية كلها تبدأ على شكل ارتفاع في درجة الحرارة. فيروح المضمد يضرب له إبرة خبط. طبعا هاي الإبرة الخبط يعني مع الأسف هاي من الابتكارات الجديدة عندنا، يعني أنا أعتبرها ابتكار عراقي يعني من قبل المضمدين. الإبرة الخبط طبعا أنواع، طبعا أنا تحريت عنها الإبرة الخبط من خلال المرضى وأسألهم بعد ما يراجعون مضمدين وأمورهم تلاص ويرجعون للطبيب، فأسألهم على الأبر اللي يضربوها. طبعا الأبر الخبط أنواع يضربوها، مثلا يضرب أسبجيك ويا أمبيكلوكس، أو فولتارين ويا كلافوران، أو مثلا فولتارين ويا ديكساميثازون. طبعا هاي الأبر يعني تأثيرها مؤقت، يعني الفولتارين أو الأسبجيك ممكن تخفض درجة الحرارة، الديكساميثازون يعني شوية يريح الجسم. مع الأسف وراء يوم أو ثاني يوم ممكن يراجع نفس المضمد، لأن وراء 5 ساعات 6 ساعات ترجع له الحرارة، أيضا يضربه إبرة خبط. طبعا هذا النوع من العلاج كلش غلط، لأن أولا المريض ما يعرف هو شنو تشخيصه، مجرد حرارة يصوره إنفلونزا، وأكثرهم وراء فترة من يشوف نفسه ما صار زين يرجع للطبيب ولا ضارب إبر خبط. هذا النوع من الخبط كلش خطر. ليش؟ لأن الفولتارين والديكساميثازون هو نوع من أنواع الكورتيزون. الفولتارين هو نوع من أنواع الأدوية اللي تعطى للمفاصل كمسكن أو دواء مال المفاصل. مرضى السكر ممكن يرفع عندهم السكر هواية، مرضى الضغط ممكن يرتفع الضغط عندهم. بالإضافة إلى ذلك الديكساميثازون والفولتارين ممكن يؤدي إلى تقرح المعدة، ممكن يؤدي إلى نزف شديد. فلذلك هذا النوع من الأدوية أولا نوع غلط وغير علمي. بعض المرضى مثلا صار عنده صداع، رأسا راح على المضمد قيس له الضغط، قاس له الضغط لقاه مرتفع، رأسا شخص عندك ضغط. طبعا هذا غلط، لأن احنا مثل ما ذكرنا أنه ارتفاع ضغط الدم لا يشخص إلا من قبل الطبيب، يعني لا مضمد شخصه ولا مريض شخصه، وممكن حتى يوصف له دواء. يعني أنا سامع هواية أنه مضمدين فاتحين يعني شبه عيادة أو ردة، ينطي مغذي، يسحب دم، ينطي أبر، يوصف أدوية، يعني ما يصير يشخص أمراض بكيفه. هذا كله خارج عن الرقابة الصحية. وطبعا أنا أرجع وأقول أنه مو صوت المضمد،
صوت المريض اللي راجع. أنا دائما المريض من يجيني أقول له مو صوته هو، صوتك أنت تسلمه صحتك بيده. لأن أنت إذا عندك موبايل هسه أو عندك أي حاجة كهربائية تعطل، يعني أنت تصلحها أو توديها الإنسان غير متخصص، كيف إذا صحتك؟ يعني صحة الإنسان أهم ما يملك، يعني إذا فقد صحته ممكن يبيع كل شيء في سبيل صحتك. فصحتك إذا تهدد بمرض معين، يعني أنت ليش تسترخص هالشيء هذا وتراجع لي مضمد؟ أروح على طبيب متخصص. أولا هو الطب مو علاج أعراض، هذا مو طب. يعني الصداع عنده أنطي حباية مال وجع راس، سخونة عنده أنطي إبرة مال سخونة، قحة عنده أنطي دواء مال قحة. هذا ما يسموه علاج، ما يسموه طب، هذا يسموه علاج أعراض مو علاج مرض. لأن الطب هو تشخيص المرض، لأن هواية أمراض تبدي بنفس الأعراض، بس أهم شيء هو تشخيص المرض. أنت من الشخص المرض، وطبعا تشخيص المرض هذا شغل الطبيب، لا شغل المضمد ولا شغل الصيدلي ولا شغل أي أحد آخر، لأنه الطبيب أهم شيء هو تشخيص المرض، من يشخص المرض بعد ذلك يحدد العلاج. فإذا هاي نقطة. ثانيا أكو مرضى يراجعون صيدليات مع الأسف، يعني أيضا قيس لي ضغطي، ها ضغطي مرتفع، أخذ حباية عند الحاجة، من راسك يوجعك أخذ حباية. هاي مفاهيم غلط. يعني ماكو ضغط يعالج عند الحاجة، إما عندك ضغط أو ما عندك ضغط، هذا من يحدده؟ الطبيب. مو راسك يوجعك، طبعا احنا قلنا أنه الصداع هو نفسه يسبب ارتفاع بالضغط. من راسك يوجعك خذ لك حباية مال ضغط، من راسك ما يوجعك عوف الحباية مال الضغط. وهكذا المريض يبقى بدوامة. خلي له 4 أجهزة بالبيت، كل ما وجع راسه قيسوا له ضغطي. طبعا ضغطك مرتفع، لأنه خوف صداع وياها يرفع الضغط، هذا ضغط مؤقت. بس كضغط مزمن يجب أن يكون علاجه بشكل مزمن، ويجب أن يكون تحت إشراف طبيب، لأن ما له علاقة بالصداع مثل ما ذكرنا، ما له علاقة بأي آلام، لأن الضغط من الأمراض اللي ما تسبب أي أعراض. عندنا بعد أو ياخذ أدوية بكيفه، مثلا انطيني دواء مال التهابات، انطيني مثلا كبسول مال إسهال، انطيني كبسول كذا. طبعا هذا كلش غلط. من الأخطاء الأخرى أنه مريض من تكتب له وصفة، مثلا جاك التهاب قصبات حاد وإنفلونزا بالعيادة، كتبت له وصفة. طبعا احنا الوصفة دائما نرخها بتاريخ كذا. هاي الوصفة المفروض من تصرف تبقى بيد الصيدلية، يعني ما يصير ياخذها المريض، لأن المريض ورا شهر مثلا صاب هو بنفس الأعراض أو أخوه صاب، راح يصرف له نفس الوصفة. طبعا هذا كلش غلط، لأن هاي الوصفة وصفت لهذه الحالة في وقت معين، لتشخيص معين، لغرض معين، فلذلك ما يصير وصفها لأكثر من مرة، تصرف لمرة واحدة فقط. ما عدا اللي مثلا أمراض مزمنة مثلا سكر، ضغط، معروف علاجه ومسيطر عليه ومستمر على نفس العلاج، ممكن هذا ياخذ العلاج بشكل مستمر تحت إشراف الطبيب. عندنا المشاكل الأخرى، عندنا مثلا ذولا اللي فاتحين مراكز الأعشاب والعلاج والكذا، وطبعا هواية يشوفون أنه يعني ما أعرف منين ياخذون ترخيص، ما أعرف. القطعة اللي كاتبيها يعني بصراحة واحد مخازي، يعني تضحك. يعني هواية عشابين كاتب لي علاج الصرع، علاج العقم، علاج الصدفية، علاج الضغط، علاج فقر الدم، حتى علاج السرطان، وطبعا علاج السكر، السمنة، تسمين، تضعيف. يعني صاير مركز متخصص لكل الأمراض. طبعا أنت فاتح لك دكان دا تبيع به مواد عشبية، يعني أنت منين جبت هذا الأشياء أنه تعالج كل شيء؟ ومع الأسف أكو هواية ناس يراجعوهم ومصدقين بيهم. يعني هو حتى لو عليم بالأعشاب أو خبير بالأعشاب، الخبرة بالأعشاب لا تعني أنه هو طبيب.
لا تعني أنه هو طبيب. طبيب قلنا تشخيص وعلاج. الصيدلي حتى لو كان متخصص بالصيدلة متخصص بالأدوية. الطب شيء والصيدلة شيء، أعشاب شيء والتشخيص شيء آخر. فأبو أعشاب يعالج كل شيء. مثلا عندي سرطان، شلون تعالج السرطان؟ يعني السرطان أولا أنواع، وبعدين حتى المراكز المتخصصة بالعالم كله نوع السرطان وكل نوع له علاجه والستيج مالته والمرحلة اللي وين واصلها والتشخيص مالته. يعني أنت بكيفك بخلي لك علبة والله هاي لعلاج السرطان؟ وطبعا هذا ضحك على الناس. ومع الأسف أكو ناس يائسين مثلا عنده سرطان وراجع أطباء وفهموا أنه حالته مثلا واصلة إلى مرحلة ميؤوس منها. يعني من اليأس ما ممكن يلجأ ذول النوع من أنواع المراكز. طبعا ذولا مع الأسف يعني دا يضحكون على الناس، دا يضحكون على عقولهم. مثلا أبو السكر كاتبين له أنه يوجد لدينا علاج للقضاء على السكر. طبعا هاي معلومات كلش غلط. ماكو شيء علاج يشفي السكر بشكل دائم، لأن البحوث كلها حاليا ما وصلت إلى علاج شافي للسكر، وإنما أدوية فقط للسيطرة على السكر وجعله بالشكل الطبيعي بحيث الإنسان يعيش حياته طبيعية حال ضغط الدم المزمن. إلا بعد بحوث موجودة لحد الآن أنه زراعة خلايا بنكرياس كذا بعدها تحت التجارب. أما مثلا فاتح لي ذول مراكز، أكو هواية مراكز مع الأسف وإلها دعايات، يعني حتى بالتلفزيون يطلعون المركز الكذا لعلاج كذا والمراجعات كذا، ودعاية بالتلفزيون وضحك على الناس. يعني أنا أستغرب هيش ناس شلون يسمحوا لهم بهيش دعاية علنية وأمام الملأ كله. وطبعا كل إنسان يسمع هيش دعاية بالتلفزيون يصدقها، يصورها فد شيء رسمي وفد شيء مرخص إله لعلاج السرطان، لعلاج العقم، لعلاج الكذا، لعلاج السكر وما يحتاج. هذا كله نوع من أنواع استغفال الناس وضحك على الناس وسرقة أموال الناس. لأن أولا يعني هواية أمراض هي مزمنة ما ممكن شفاءها. مثلا السكر مرض مزمن ما ممكن شفاءه بدون أدوية، يعني لازم ياخذ أدوية. ضغط الدم المزمن لازم ياخذ علاج طول عمره، ماكو دواء يشفيني هاي. فأما يراجع لي هاي المراكز هو ضحك على الناس وسرقة أموالهم. وأنا يعني أنا أعرف أنه يأخذون منهم ملايين وينطي المريض وهو مرتاح، طبعا يضحكون عليهم. اكو هواية كبسول مثلا يقول لك علاج السكر، هو ما يعرف انه هذا الكبسول يعني دا يخبط وياه حبوب مال السكر، ياخذه يومين 3 شهور السكر نزل، يقول والله اخذت حبوب من هذا العشاب حتى سكري نزل. طبعا ينزل. قسم من البنات مثلا او الشابات ضعيفه وزنها ضعيف ما تعرف السبب، تروح لي على عشاب انه تنطيني ادويه تسمن. انت قبل ما تروحين على عشاب روحي على طبيب، شوفي شنو سبب فقر الدم اللي عندك، شنو سبب نزول الوزن اللي عندك، حتى تعرفين شنو العلاج مالتها الصحيح. فتروح على عشاب، طبعا اغلب هوايه عشابين انا اعرف انه حبوب لتسمين الوجه. طبعا هاي الكبسول اللي يستعملوها لتسمين الوجه خلي الناس كلها تعرف انه هذه الكبسول موجود بها مادة الكورتيزون. الكورتيزون اذا ياخذها المريض اسبوعين وجهه يصير كلش عريض، ورا فترة جسمه يسمن ويزود وزنه. طبعا هذا كورتيزون عبارة عن مادة هرمونية خطرة، لانه اولا يؤدي الى تجمع سوائل بالجسم، يؤدي إلى تنخر العظام، يؤدي إلى مرض السكر، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى حبوب بالجسم، يؤدي إلى ضمور الجلد ومشاكل هواية، وآخر شيء ممكن يؤدي إلى ضمور الغدة الكظرية. فلذلك أنا أحذر المرضى من مراجعة مراكز غير متخصصة أو مراكز غير طبية، لأن مع الأسف
عندنا هواية منتشرة شو بالشوارع، هواية يعني مراكز عشابين، هم هو عشاب وهم هو طبيب، يعني عالج كل شيء ما شاء الله، والقطع موجودة يعني يقدر تتصوروها، علاج أنواع الأمراض، وهذا كلش غلط. ما عدا الشيء الآخر اللي حبيت أحكي عنه، أنه المضمدين ولزوجة الدم. يعني عندنا مرضى هواية مع الأسف يسوي فحص دم يقولوا له عندك لزوجة عالية، ومن يقول له لزوجة عالية؟ المضمد. طبعا هو الدم المفروض يعرف أنه نسبة الدم بالنسبة للرجال بين 13 إلى 18 غرام لكل ديسيلتر، بالنسبة للنساء بين 11.5 إلى 16.5 غرام للديسيلتر، هذا الشيء الطبيعي. أما المدخنين أو يعيش بمناطق عالية نسبة الأكسجين قليلة، طبعا الهيموغلوبين يزيد. المدخنين لأن كفاءة الرئة تقل، فلذلك الهيموغلوبين يزيد حتى ياخذ أكبر كمية من الأكسجين، فلذلك يفحص دمه يطلع 16 الدم أو 15، طبعا هو طبيعي. بس المريض عنده حالة نفسية، عنده صداع، عنده آلام، نحول، فيروح على المضمد. شو يسوي له؟ يقول عندك زيادة بلزوجة الدم، شو يسحب؟ يسحب لنا دم، يسحب لنا بطل دم، وكل شهر يتبرع ببطل دم. طبعا كل بطل دم يحوي على 250 ملي جرام حديد، يعني بطلان 3 راح يؤدي إلى فقر دم عنده، لأن احنا الجسم كله يحتوي على 4 غرامات حديد، فإذا كل شهر يسحب بطل دم يعني فقد له ربع غرام. وهذه من الأخطاء الشائعة مع الأسف اللي يتبعها هواية من المرضى، بالإضافة إلى هذه اللي يسموها الحجامة وغيرها من هاي الأشياء اللي منتشرة بالبلد. أنصح المرضى أنه يبتعدون عن أولا مراجعة المضمدين لأخذ العلاج وصرف العلاج لهم. أنصحهم أنه لا يراجعون صيدلية ويقيس لي ضغطي وينطيني علاج وينطيني كذا على مزاجه، لأن هاي صحتك أهم ترى من الموبايل اللي شايله. موبايلك إذا عطل تودي له بالموبايلات، بس صحتك ترى أهم من الموبايل. يعني إذا تروح على طبيب متخصص لا تسلم صحتك بيد غير متخصص بهاي الشغلة. يعني المريض لازم أن يكون واعي ومفتهم أنه أمراضه هواية ما يصير علاجها إلا عن طريق الطبيب. فهاي أهم الأشياء اللي حبيت أذكرها لكم وعن الأشياء. بس أنا أتمنى يعني مثلا نقابة الأطباء ووزارة الصحة تراقب هيك حالات. يعني هاي المراكز اللي ينشروها بالتلفزيون علاج كذا ومواعيد وضحك على الناس، المفروض يراقبوها ويمنعوها أصلا. هاي العشابين الكاتبين قطع ما أنزل الله بها من سلطان، يعني على أي أساس يكتبيش قطع؟ فالمفروض النقابة لها دخل، وزارة الصحة لها دخل، وتسوي تفتيش دوري حتى تحد من هاي الظاهرة المتخلفة مع الأسف اللي الهدف منها هي سرقة أموال الناس. ويا ريت بس سرقة، يعني أذيت الناس، يعني المرضى هم دا يتأذون، الناس دا تتأذى. ومع الأسف يعني أنا دا أحكي هواية ويا الناس ودا أحاول أوعيهم أنه يفهمون أنه صحته أهم من أن يضيعها ويخسر فلوسه، وبالعكس يتأذى أكثر بسبب هذا النوع من الأدوية. وشكرا لكم، ونلتقيكم بحلقة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.